مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة تانية، أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من كل يوم. حلقتنا النهاردة عن كيفية تطوير والرفع من الاقتصاد المصري. عشان ننمي الاقتصاد المصري لازم أول حاجة التعليم. يعني هو معروف إن الإنسان المتعلم بيكسب تقريبا 10 مرات قد الإنسان اللي مش متعلم، ودي نفس الفكر اللي مشيت بيه سنغافورة وماليزيا. ماليزيا كانت طول عمرها عايشين في فقر زينا لحد ما جالها مهاتير محمد، انسان بدا يحكم البلد، بدا يغير كل مفاهيم الدوله، بدا يهتم بالتعليم في ماليزيا. فتدريجيا المواطن البسيط اللي كان معتمد على الفلاحه بس والزراعه بدا ان هو يكسب 10 اضعاف المره اللي قبلها. تدريجيا لما كل مواطن يكسب 10 اضعاف فيبقى كده الناتج القومي بيزيد 10 مرات. خلاص، ده اسلوب. في اسلوب تاني ان احنا نكمل تعليمنا، بقى حاجه اسمها كونتينيو اديوكيشن. كل واحد فينا يكمل تعليمه، كل واحد فينا ياخد له دوره في اداره الاعمال، دوره في الاقتصاد، او تاخد ماجستير او تاخد دبلومه او تاخد دكتوراه. كل واحد فينا اعمل اللي تقدر عليه، سواء بقى خريج الجامعه، سواء في ناس بتكمل تعليمها وهي جوه الجامعه. يعني انت ممكن تكون مثلا جوه الجامعه بس انت حاسس انت بتتعلم غلط، فانت ممكن تبدا تدرس تاني وانت جوه الجامعه. طب لو انت اتخرجت ونزلت الشغل، انزل بقى خد لك كام دوره. في بعض الدول بتهتم بالنقطه دي، فخلينا نواجه نفسنا بالحقيقه. احنا واخدين المراكز الاخيره في كل حاجه. لو عايزين نتقدم خطوات للامام، يعني احنا في جوده التعليم نتراوح من ال 139 ل 144، في جوده التعليم الاعدادي والثانوي بعد ال 120، جوده التعليم الجامعي في حدود ال 120، الاداء الحكومي والفساد والتنافسيه فوق ال 120. انت في كل حاجه معدي ال 120 واصل لل 130 140. انت المفروض تحط لنفسك خطه ان انت تبقى الدوله ال 100 على مستوى العالم بعد سنتين ثلاثه. ما ينفعش انت تيجي النهارده تقول انا احسن واحد في الدنيا. الحلول إيه؟ الحلول ان احنا اول حاجه عشان بس نسهل على نفسنا، لا نخترع ولا نالف ولا نعمل فهلوه. في دول مثلا زي الصين، زي تركيا، زي ماليزيا، زي سنغافوره، دي دول نشأت في ال 20 سنه اللي فاتوا. او نوضح كلامنا، الصين دوله قديمه زينا بقى لها اكتر من 7000 سنه، كانوا عايشين في فقر طول عمرهم لحد ما جالهم مجموعه من الناس اللي دارسه اداره اعمال واقتصاد، بدأوا ان هم يطوروا بقى افكار اقتصاديه، بدأوا يدوا اعفاء على الصناعه، اعفاء على التصدير. الاراضي بتتباع هناك بسعر تقريبا قليل جدا، خاصه الناس اللي بتشتغل في الصناعه. كل واحد بيشتغل في الصناعه والتصدير تقريبا ما بيدفعش ضرائب. لان خد بالك زمان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه؟ 9 اعشار الرزق في التجاره. النهارده في العهد الحديث ده الصناعه هي تطوير للتجاره، فتقريبا برضو نقدر نقول 9 اعشار الرزق في الصناعه. الناس دي برغم ان هم ما سمعوش عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يعرفوا اي حاجه عن دين الاسلام، بس هم طبقوا كل ما هو اقتصاد اسلامي ببساطه شديده جدا. كل دول العالم دلوقتي بتشجع الصناعه. الصين النهارده بتصدر ب 3 تريليون دولار من الصناعه، انت هنا في مصر بتصدر ب 25 مليار دولار. طيب كيفية تشجيع الصناعة في انت مصر؟ عشان تشجع الصناعه بتعمل حاجه اسمها محفزات او حوافز او تحفيز. كل مواطن مثلا لو انت قلت له هديك قطعه الارض دي بثمن تكلفه مرافقها بس، مبدئيا هيتشجع ان هو ياخد الارض. لو انت قلت له التراخيص ببلاش، ما انت خدت منه فلوس مقابل المرافق، مش معقوله بقى تاخد منه فلوس ثانيه عشان الرخصه. ففي حاجه اسمها حوافز الاستثمار، دي موجوده جوه الدول، موجوده انترناشونال بين الدول وبعضها. انت لازم تشجع المواطن بتاعك ولازم تشجع المواطن الاجنبي. فانت بتدي حوافز الاستثمار دي للمواطن بتاعك المحلي، وتدي للمواطن اللي جاي لك من بره اللي هو تحت اسم الفورين انفستمنت اللي هو المستثمر الاجنبي. بتدي له حته الارض ببلاش او تديها له بسعر تكلفه المرافق بس، ما تاخدش منه مصاريف تامين ومرافق وحاجه اسمها ترخيص. ما انت خلاص خدت ورسوم معينة ورسوم مش عارف ايه التهريج اللي احنا بنعمله ده، اللي احنا بنسميها البيروقراطيه. عندك 7 مليون موظف في القطاع العام بيجيبوا اكتئاب لاي حد في الدنيا. يعني لا يمكن استثمار هيتم في البلد دي بالطريقه دي. نخش على اللي بعده. اول خطوه هي الاراضي. انت النهارده في مصر حاليا ما عندكش وزاره صناعه بتطرح اراضي صناعيه، ما عندكش وزاره زراعه بتطرح اراضي زراعيه، ما عندكش وزاره اسكان بتطرح اراضي الاسكان. انت عندك ازمه سكن غير طبيعيه. كل شركات المقاولات مش لاقيه حته ارض تبني بيها عماره. في النهايه عايز استثمار ايه اللي انت بتفكر فيه؟ اول خطوه عشان نبني البلد دي بجد بطريقه علميه نظيفه وسليمه، لازم الاراضي تتباع بسعر تكلفه المرافق بس. الضرايب تقل، كل ما الضرايب تقل كل ما الاستثمار هيزيد. في حاجه تانية معروفه في العالم كله دلوقتي، ان الناس بتطبق الاقتصاد الاسلامي، يعني الانترست ريت بزيرو. في حاجه اسمها انه كل ما زادت فايده البنك المركزي كلما انخفض الاستثمار، وكلما انخفضت فايده البنك المركزي كلما زاد الاستثمار. لما بيزيد الاستثمار الداخلي بيزيد معاه فرص العمل، بيزيد معاه المرتبات. يعني ابسط حاجه اقولها لك، احنا شعب 90 مليون، عندك 30 مليون واحد بس شغالين.
طبعا دي يعني الفايده بتقل انت بتستثمر خارج البنوك ولا الكلام هو ده؟ انت النهارده الفوائد واصله 12%. انت لو معاك مليون جنيه تحطهم في البنك ويطلع لك 120 الف جنيه في السنه، ولا تشتغل؟ لا اشتغلهم. لا، انت مش هتشتغل، انت هتحطهم في البنك. اول خطوه في الاقتصاد ان انت بتقلل فايده البنك المركزي. فانت لما بتقلل الفايده بتبدا الناس كلها تدريجيا تسحب الفلوس من البنوك وتبدا انها تستثمرها. يعني ايه تستثمرها؟ انت النهارده لو معاك مليون جنيه قلت لك انا عارف ان انت هتحطهم في البنك، لكن لو انا اجبرتك وقلت لك ان الفايده هتقل تدريجيا على مدى 4 سنين، الفايده هتقل. انت هتسحب المليون جنيه بتوعك ولا النص مليون جنيه دول غصب عنك، هتفتح مؤسسه او مصنع او ورشه او اي حاجه. انت هتبدا تشغل معاك 4 ولا 5 من الاصدقاء، هتشغل ناس عندك. احنا هنوصل لمرحله، انت النهارده في مصر عندك 30 مليون واحد بس شغالين، 7.5 قطاع عام و22 مليون ونص قطاع خاص. لو قللنا فايده البنك المركزي وكلنا سحبنا فلوسنا من البنوك وسحبناها من البورصه، كل واحد فينا هيفتح منشاه. لو كل واحد فينا شغل صحابه وجاب ناس من الشارع، جاب ناس اغراب وشغلها، عدد الناس اللي عاملين في الدوله هيوصلوا ل 40 مليون او 50 مليون. هنوصل لمرحله ان احنا مش لاقيين عمال. عارف يعني ايه مش لاقيين عمال؟ هنعمل حاجه بقى. شوف بقى هنعمل ايه. هنستورد عمال من بره، هنرجع المصريين المغتربين اللي عددهم كله هيشتغل. ده احنا هنجيبهم عشان يشتغل. لابد من تشجيع المستثمرين والشركات الكبرى انهم ياتوا الى مصر. هل المناخ والتعاملات الحكوميه من خلال الموظفين والشبابيك والسهوله والكلام ده كله سهل، ولا الشركات عايزه المزيد، وما هي العقبات اللي ممكن تواجهها؟ في الحقيقة عشان نتكلم عن الاستثمار، المناخ الاستثمار في مصر ليس مناخ جذب. هو مجموعة التشريعات الموجودة ومجموعة القوانين الموجودة بتخلي المستثمر ما بيقدرش يستثمر في مصر. ليه؟ لأن هو عنده تخوف من التشريعات، تخوف من القوانين. احنا النهارده عشان نتكلم على تنمية محور قناة السويس محتاجين ان احنا نضع قوانين خاصة لهذا الإقليم، نضع تشريعات وحزمة من القوانين اللي هي ملهاش دعوة ببقية القوانين الموجودة في الدولة. انت بتعمل قوانين جذب. انا كمستثمر عايز استثمر في مصر، لازم تهيئ لي المناخ. يعني انا هاجي هحط فلوس، هل الفلوس دي آمنة؟ هل الاستثمار آمن؟ ثم ان احنا ما عندناش النو هاو. طب كيف يتم تأمين هذا المناخ من أجل الجذب؟ يعني إيه اقتراحات حضرتك إن حاجات معينة تتعمل أو حاجات سلبية كانت موجودة ممكن المفروض إنها تتغير؟ الحقيقة أهم حاجة هي التشريع. إحنا بنقول إحنا دولة قانون، فإحنا دولة قانون يعني نحط تشريعات. يعني بمعنى أدق، مثلا عشان أجذب المستثمر أقول له ما عنديش ضرائب، ألغي الضرائب كامل. ما فيش تخوف من إلغاء الضرائب. الضرائب عبارة عن جباية بشكل معين لخزانة الدولة، هتدخلها الفلوس المطلوبة بس بشكل آخر، عن طريق العملات، عن طريق دخول العملات، عن طريق زيادة التصدير، هتخش الفلوس بشكل تاني. يعني ما فيش تخوف من إلغاء الضريبة خالص. اجذب المستثمر، اعمل له مناخ، هيئ له المناخ، هيئ له القوانين. انا ما عنديش فكر اداري سليم، انا في مصر ما عنديش. طب ما استثمر هذا الفكر. مش ضروري، يعني انا بستخدم النو هاو. مشكلة إدارة. مشكلة 100% مشكلة إدارة. استثمر في هذا. عندنا في سنغافورة، مش عندنا، عندهم في سنغافورة قوانين في الحقيقة يعني جامدة جدا وجاذبة جدا للاستثمارات في كل الأشكال. أنا النهاردة محتاج هذه القوانين، محتاج أعمل عقد إدارة مع شركات عالمية تدير الحاجة. طيب كيف يعني في ناس بتقول إن الشركات سوف تستثمر في مصر وتطلع الفلوس بره ومش هيستفيد الاقتصاد المصري. كيفية استفادة الاقتصاد المصري من هذه الشركات؟ هذا فكر خاطئ جدا. طب ازاي هيستفيد الاقتصاد؟ انا هزود الصادرات، انا ما استثمر واطلع منتج له شكل محترم اقدر اصدره الى الخارج، هنافس، هخش في صناعات تنافسيه مع يعني هديك ابسط مثال. عندنا في فرنسا واسبانيا بيصنع مصنعين في العالم بيصنعوا الكمبيوتر شيبس البسيطه جدا. ابسط حاجه في الكمبيوتر هي الكمبيوتر شيبس، وفيها تكنولوجيا عاليه جدا. هم بياخدوا مني انا في مصر الرمله السيليكا، بياخدوها بيصنعوها، اذا كان بياخدوها ب 15 20 25 30 دولار، ده سعر الطن. هم بيعملوا الشيبس الواحده ب 2000 دولار. وايه المانع ان احنا نصنع؟ ولا حاجه، انه نستورد النو هاو ونستورد المانجمنت. طب يا شركات ايه اللي بتصنعها؟
دي شركات متخصصه في لا جنسياتها فرنساوي واسباني، شركتين هم. في بعض محاولات في امريكا لسه ما عملهاش لعدم وجود الماده الخام. الماده الخام عندنا في مصر، واحنا عندنا انسب ماده خام ممكن تتواجد عندنا، هي موجوده في مصر عالميا، مصنفه رقم 1 هي رمال السيليكا، نستخدمها. عندنا مشروع السيليكون دي مواد بتستخدم في العمليات والحاجات دي. احنا بنخلي الكلام ده نصنعه في مصر، يبقى عندنا ميزه تنافسيه تجذب المستثمر. ما فيش ميزه تنافسيه لحد دلوقتي، احنا عايزين نخلق هذه الميزه التنافسيه. احنا عمالين بنتكلم على تنميه مشروعات محور قناه السويس، وبنتكلم في 6 مواني اتضموا للهيئه الاقتصاديه، واللي هم 2 شرق بورسعيد وغرب بورسعيد. دي بحر ابيض، العريش دي بحر ابيض، شرق التفريع ده غير هي شرق التفريع لا شرق بورسعيد. كويس. في البحر الاحمر اللي هو السخنه والادبيه والطور. كويس. فال6 مواني دول هيتم فيهم عمليه تطوير. انا اللي يهمني ايه؟ الجنوب والشمال. الجنوب اللي هو ميناء السخنه، الشمال اللي هو ميناء شرق بورسعيد. دي هو ده التنميه الاساسيه، اللي انت تبقى ماسك المحورين الاساسيين من الجنوب ومن الشمال عشان تقدر تسيطر على اكبر جزء من تجاره الترانزيت في العالم، تبقى نقطه. سواء انت بقى هيتم عندك جذب صناعي في المنطقه دي، سواء في خليج السويس او في المنطقه بتاعه شرق بورسعيد، لان في تنميه صناعيه برضو، او اللي انت هتبقى نقطه تتلقى فيه البضاعه وتعيد تخزنها وتعيد تصديرها تاني. من خلال هذه النقطه فقط تلقي البضاعه واعاده تصديرها مره اخرى، ولا في حاجات تانية؟ لا، ما يعني احنا بنتكلم النهارده، انت النهارده ما بتيجي تتكلم على المشروعات لو احنا اتكلمنا على مشروعات خدمات النقل البحري، بتتكلم في شحن وتفريغ، بتتكلم في تداول حاويات، بتتكلم في تموينات سفن، بتتكلم تموينات وقود. كويس. بتتكلم في تدريب وتأهيل عمالة، لأن الريكروتمنت اللي هو أو تأهيل الناس الطلبة أو العمالة البحرية اللي هي شغالة على السفن. أنت النهاردة الممر الملاحي ده والموانئ المترددة، أنت بيجي لك في السنة تقريبا 35,000 سفينة. فكل السفينة دي، كل سفينة مرتبط بيها خدمات. كل ما تدي السفينة هذه الخدمات بأكبر كم وبأفضل جودة، يبقى انت بتاخد جذب اكتر للعميل والمستثمر. طب هل في قيود على ان احنا نعمل الكلام ده في القناه، على اساس انه في دوله شقيقه ممكن تنافسنا في هذا الموضوع؟ بص يعني هو انت بتتكلم على الامارات. لا بص، ما فيش منافسه. وانا عايز اقول لك كمان ان ميناء الملك عبد الله اللي هو منتظر خلال فتره قريبه قادمه لن ينافس. خلينا نتكلم في التكامل. لو انا ما حصلش تكامل ما بين دول الخليج وما بين دول شمال وجنوب افريقيا، يبقى انا انسان ضعيف او دوله ضعيفه. طول ما انت عندك تكامليه وشموليه، انت عايز تنافس مين؟ انت عايز تنافس الاتحاد الاوروبي، انت عايز تنافس دول شرق اسيا، انت عايز تنافس امريكا. لوحدك لن تنافس، لابد من التحالفات. فالنهارده مواني دبي تقدر يبقى في منها تعاون. مواني ميناء رابخ وميناء الملك عبد الله في السعوديه تقدر يبقى منك وبينهم تعاون. الاتفاقيه اللي حصلت في مؤتمر شرم الشيخ، مش الاقتصادي، المؤتمر الافريقي. انت النهارده ما بتعمل تنميه ما بينك وبين دول افريقيا، دي حاجه مهمه جدا. بس احنا قدامنا عوائق تشريعيه، عوائق اللي احنا ما زلنا لغايه دلوقتي ما فيش برلمان، لان انت طالما تشريع يبقى بتتكلم في برلمان. عوائق اللي انت فعلا لابد من اصلاح تشريعات كتيره جدا معيقه. انت لما ابتديت بتعديل قانون الاستثمار كان خطوه، بس خطوه مش كافيه، وعملتها ربما بسرعه شويه، ففيها بعض الاخطاء اتمنى لا يتم تداركها.